أهلا بيكم معانا. النهاردة هناخدكم في جولة سريعة نشوف فيها آخر الأخبار عن واحد من أهم المنشآت الرياضية في منطقتنا، استاد مولاي عبد الله في الرباط. المعلومات اللي وصلت لنا النهاردة بتركز على حتة معينة ومهمة جدا في اللي بيحصل هناك، خصوصا والاستعدادات شغالة على نار لحدث رياضي كبير قوي. بالظبط، الكلام كله عن تجهيزات كأس الأمم الأفريقية، والمصادر دي بتركز قوي على الجانب الهندسي والإنشائي نفسه، الشغل التقيل اللي بيحصل. تمام. طب خلينا ندخل في الموضوع على طول ونشوف ايه آخر التطورات دي. النقطة الأساسية زي ما فهمت هي إنهم بدأوا مرحلة جديدة خالص، مرحلة تركيب سقف الاستاد. المصادر بتقول إن عملية تركيب السقف دي مش بس خطة، لا دي بدأت، يعني الشغل ابتدى على الأرض وبيستخدموا حاجات معينة. ممكن تفاصيل أكتر عن الشغل ده؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بص، التفاصيل اللي في المصادر دي دقيقة ومهمة. الكلام إنهم بدأوا يركبوا عوارض فولاذية ضخمة جدا، البيمز عشان يعملوا الهيكل بتاع السقف. عوارض فولاذية ضخمة؟ أيوة، والأهم كمان إن ده بيحصل بالتزامن، في نفس الوقت مع تثبيت الأعمدة الكبيرة اللي هتشيل الهيكل ده كله. عوارض ضخمة وأعمدة بتتركب في نفس الوقت؟ ده واضح إنه شغل ضخم ومعقد، مش أي كلام يعني. لا طبعا، دي عملية إنشائية كبيرة قوي ومحتاجة دقة وتخطيط رهيب. هو استخدام الفولاذ بالذات في الأسقف الكبيرة دي منتشر في الاستادات الحديثة. ليه الفولاذ بالذات؟ المصادر مش بتقول تفاصيل هندسية بحتة، بس بشكل عام الفولاذ قوي جدا وفي نفس الوقت وزنه أخف من الخرسانة مثلا، فده بيخليهم يقدروا يغطوا مساحات واسعة زي المدرجات كلها من غير ما يحتاجوا أعمدة كتير في النص تبوظ الفرجة على الجمهور أو تصوير الماتشات. دي نقطة مهمة فعلا. يعني الموضوع مش بس تغطية وحماية من الشمس والمطر، لا ده ليه علاقة كمان بتجربة المشاهد نفسه وبالنقل التلفزيوني. بالظبط كده، وده يوضح لك إن الموضوع مش مجرد دهان وشوية كراسي جديدة، لا ده تطوير هيكلي بمعنى الكلمة. تركيب سقف كامل ده بيغير مواصفات الملعب تماما وبيخليه مناسب أكتر للمعايير الدولية. أكيد، عشان تقدري تستضيفي بطولة زي كأس الأمم الأفريقية لازم الملعب بتاعك يكون على مستوى معين، والسقف ده جزء أساسي. نقدر نقول إن المشروع دخل في مرحلة الشغل الجد، مرحلة الهيكل الرئيسي اللي هيغير شكل الملعب تماما. ولما بنقول هيكل رئيسي للسقف ده معناه تغيير كبير قوي في البنية التحتية للملعب نفسه عشان يستعد لكأس الأمم الأفريقية. ده بيوري قد إيه في جدية في التحضير. تماما، تركيب سقف كامل ده استثمار ضخم بيعلي قيمة الملعب جدا، بيوفر حماية للعيبة والجماهير، ممكن يحسن الصوتيات جوه الملعب، وطبعا ده عنصر أساسي في أي ملف استضافة لأي بطولة كبيرة قارية أو عالمية. والإشارة بقى للعوارض الفولاذية والأعمدة دي بتدي إحساس إن الشغل ماشي بسرعة. بصراحة ده اللي يبان. التركيز على العناصر الهيكلية الكبيرة دي معناها إنهم في مرحلة متقدمة وإن في ضغط وقت لإنجاز الأجزاء الأساسية دي. يبقى الخلاصة من المعلومات دي إن الشغل في ملعب مولاي عبد الله وصل مرحلة حاسمة قوي، بدأوا فعلا يركبوا الهيكل الفولاذي للسقف والأعمدة اللي هتشيله. خطوة جبارة فعلا، وهو ده اللي بيدينا لمحة عن حجم الشغل والجدية في التحضير لاستضافة كأس الأمم. وتركيز المصادر دي على الجانب الهندسي والإنشائي بيوضح إن الهدف هو تطوير شامل للبنية التحتية عشان تواكب أحدث المتطلبات. والمعلومة دي أكيد بتجاوب على سؤال مهم عند ناس كتير بتتابع وعايزة تعرف آخر أخبار تجهيز الملاعب للبطولة الجاية. أكيد، بس ورا الخبر ده اللي هو مهم طبعا بتاع تركيب العوارض والأعمدة، في أسئلة تانية بتيجي في البال. زي إيه مثلا؟ المصادر ما اتكلمتش عنها بالتفصيل، بس أكيد في تحديات تانية كتير في موقع الشغل بالضخامة دي. التحديات اللوجستية والهندسية إزاي بيتعاملوا معاها؟ تقصد مثلا نقل ورفع العوارض التقيلة دي؟ بالظبط، تخيلي عوارض فولاذية وزنها ممكن يبقى عشرات الأطنان بتترفع وتتركب على ارتفاعات كبيرة. دي لوحدها عملية محتاجة دقة وتأمين وتكنولوجيا مش بسيطة خالص. أكيد، ده غير التنسيق بين كل الفرق اللي شغالة وتأمين الموقع كله والتعامل مع أي ظروف جوية مفاجئة ممكن تأثر على التركيب الدقيق ده. تمام، ولما تحطي فوق كل ده عامل الوقت وإن كل حاجة لازم تخلص في ميعادها وبالمواصفات المطلوبة بالظبط علشان حدث كبير زي كأس الأمم، ده بيضيف طبقة تانية خالص من الضغط والتعقيد. فعلا، فالنقطة دي حتى لو مش مفصلة في المعلومات اللي معانا بتخلينا نفكر في حجم الجهد الضخم اللي بيتبذل ورا الكواليس عشان مشروع زي ده ينجح. التخطيط والتنفيذ المطلوبين لحاجة بالحجم ده شيء كبير فعلا ويستدعي التفكير.